السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الفل. طيب، عشان البوست اللي نزلته امبارح بتاع الاوديت، وان انا بقيت اعمل اوديت في نص ساعة وكده. وفي ناس كتير سألتني انا وانت ممكن تعمل اوديت في نص ساعة اصلا، و او ممكن تحل مشكلة بيزنس في نص ساعة. فانا حبيت اعمل الفيديو ده عشان نوضح كام حاجة مع بعض. بص يا شباب، في البداية هو يعني انك تعمل اوديت في نص ساعة او ساعة، يعني ممكن او ممكن لا، دي هترجع على حسب البيزنس وعلى حسب انت داخل توديت ايه بالظبط، وايه المشكلة اللي جايه لك، انت داخل تدور على حل ايه. لكن اكيد نص ساعة مش كافية انك تحل مشكلة بيزنس، يعني انت بس بتحاول تشوف المشكلة وبتقدم حلها. ان هي تتحل بقى في وقت قد ايه، ده ممكن يكون اسبوع، شهر، اتنين، تلاتة، وات ايفر يعني. لكن انا مثلا خلينا نفترض مع بعض السيناريو اللي جالي امبارح، دي اللي انا اشتغلت عليه، انا ازاي يعني اتعاملت معاه في الوقت ده. وهو اصلا يعني الموضوع بالتجربة انت هتحس ان هو اصلا نص ساعة ممكن تكون كتيرة. وفي ناس انا شفتهم واشتغلت معاهم بيعرفوا المشكلة كده يعني. بنبقى لسه ما خدناش البريف اصلا، هو خلاص عارف المشكلة. الموضوع كله راجع للخبرة والتجارب، انك تجرب كتير، ووقت ما بتجرب فعلا بيبقى عندك يعني الكيس دي. طيب، انا الكيس اللي جات لي امبارح ببساطة شديدة، متجر بيبيع عسل نحل، شغال في السعودية، بيصرف مثلا اكس بادجت لكن ما بيبيعش. الكلام ده جاي لي من الميديا باير، شخص شغال عنده نولج كويسه، بيعرف يطلع كامبين كويسه وخلاص شغال. طيب، انا اول حاجه في الكيس ديت عملت ايه؟ طلبت المتجر ذات نفسه، الموقع. دخلت انا مثلا اشتغلت على العسل كتير جدا، فعارف متوسط سعر الكيلو العسل المحلي والمستورد، والعسل اللي بيجي من جورجيا، والعسل اللي بيجي من كشمير، وعارف متوسط الاسعار. فبدخل ابص بصه سريعه على المتجر، هل المتجر على حاجه غريبه من ناحيه السعر، من ناحيه التفاصيل، حاطط منتج غريب مش مطلوب في السوق؟ لا، منتجات كلها عاديه وبسيطه وسهله، ويعني الناس كلها بتشتريها. طيب خلاص، انا كده عملت اول فاليديشن ان المتجر كمنتجات او الخدمه او المنتج اللي انا بقدمها تمام، ما عنديش عليها مشكله. طيب، برجع لبدايه الفانل بقى خالص، الاعلانات. طيب، هل انا مفروض في وقت زي ده ادخل على الاعلانات منصه منصه اشوف الاعلانات وكده؟ لا، انا بفترض سيناريو تاني. بسال اول حاجه عن البادجت بتاعتي، البادجت الشهريه، متوسط البادجت الشهريه بتاعتي، واضربها في 3 شهور. جميل. وتوتال البادجت ده بشوف مثلا متوسط السي بي ام في الاندستري دي بتاعه العسل، مثلا عارف ان هو 5، مثلا ان هو 5 ريال، دي تكلفة السي بي ام في الاعناب بتاعه بيع العسل. طيب، انا باجي اعمل ايه؟ بشوف هل الفتره الزمنيه اللي انا هاوديت عليها، اللي هي مثلا كانت اخر 3 شهور، اللي هو 11 10 9، هل فيها اي فاريبلز او فيها اي متغيرات ممكن تاثر على الارقام اللي انا بفترضها؟ فكرت كده، لقيت ان في اليوم الوطني. طيب، اليوم الوطني بيبقى هاي سيزون وبيرفع السي بي ام شويه، فانا خلاص بدل ما احسب على 5 انا حسبت على متوسط 7. طيب، بعمل ايه؟ التوتال بادجت بتاعتي ال3 شهور بقسمها على ال7، الرقم اللي بيطلع بضربه في 1000. طيب، ده كده طلع لي تقريبا من غير ما ابص على الداشبورد واخش بقى في الاعلانات واقعد اجمع. انا دلوقتي بعمل حاجه سريعه، عايز اعرف المشكله بتاعتي ممكن تكون من فين بالظبط. خلاص، انا الرقم اللي بيطلع لي ده تقريبا هو التوتال امبريشن. خلاص. طيب، كده معناه ان الاعلان حقق الرقم ده زيارات، حقق الرقم ده مشاهدات، اتشاف وليكن مليون مره. جميل. بفترض نسبه بتكون من نص في المية فما فوق، ان المفروض دول يكونوا يونيك سي تي ار، ضغطوا على الرابط مباشرة ودخلوا على الموقع، فعملوا ايه؟ عملوا سيشن، المفروض يظهروا سيشن. بدخل وقتها على جوجل اناليتكس او اي اناليتكس تولز لو كانت مربوطة. تمام، الحمد لله كانت مربوطة والامور فيها تمام. خلاص، لو لقيت الرقم اللي انا افترضته من المرة الاولى اللي هو نص في المية من توتال الامبريشن، انا كده بقول نص في المية فما فوق، بقول ان المشكلة مش اعلانات. ليه؟ لان الاعلانات هي وظيفتها في الاخر ان هي تجيب ترافيك. ممكن يكون نص ده مش احسن حاجه، محتاج تحسين، بس مش هو المشكله، مش منه، المشكله من حاجه تانية. طيب، لو انا كان في الكيس دي
لقيت ان النص في المية ده اقل، او الرقم بتاع السيشن قليل خالص، وقتها ارجع للاعلانات. انا عندي مشكله في CTR اصلا، عندي مشكله في الهوك، عندي مشكله في الكرييتيف اللي طالع في الاعلانات ما بتخليش الناس تاخد اكشن، انا عندي مشكله في الكول تو اكشن، محتاج ان انا اوديت الحته دي. انا كده عرفت مشكلتي فين. لكن انا دلوقتي افترضت خلاص ان الاعلانات جايبه لي رقم معين من السيشن، ودخلت فعلا لقيت نفس الافريج بتاعه. خلاص انا ما برجعش ابص على الاعلانات، انا هنا عملت فاليديشن سريع ان المشكله مش من الاعلانات. طيب الرقم اللي دخل اللي هو عدد اليوزر اللي دخل وعمل عدد معين من السيشن، محتاج اعرف هو قعد وقت قد ايه الديوريشن تايم بتاعه. بصيت على الديوريشن تايم لقيت ان هو تقريبا قاعد 5 ثواني. تمام، هنا انا المشكله خلاص وضحت بالنسبه لي هي منين، بس لازما اكمل عشان اتاكد. طيب ليه هيقعد 5 ثواني؟ يوزر ضغط على الاعلان وداخل 5 ثواني ده ما لحقش يشوف اي حاجه. فانا بفترض ان هو عنده مشكله تكنيكال مع المتجر، فرحت عملت تيست للمتجر، اكتر من تيست على اكتر من موقع. لقيت ان انا عندي مشكله في الاستراكشر، الموقع بطيء جدا. المفروض ان انا الافريج بتاع الفولي تايم لودد بتاع البرودكت بيج او لاندنج بيج يكون 4 ثواني، انا كان واصل عندي لقرب الدقيقه. جميل. وده بيأثر بشكل كبير جدا على الكونفرجن. انا عميل في عصر السرعه اللي احنا فيها دي هيقعد ينتظر دقيقه او قرب دقيقه عشان الصفحه تحمل وبعدين تظهر له. طيب انا دلوقتي كده عرفت المشكله فين، عايز اتاكد منها. طب الرقم ده لما العميل بيدخل ويخرج بيترجم لمعدل الارتداد. هرجع تاني لجوجل اناليتكس اتاكد من معدل الارتداد بتاعي، لقيت معدل الارتداد تقريبا فوق ال 50%. فده بيأكد النظريه برضو اللي انا افترضتها، ان هي المشكله فعلا مرتبطه بسرعه، وان العميل بيدخل ما بيلاقيش اللي هو عايزه فبيخرج تاني على طول. طيب ايه بقى اللي مسبب المشكله دي؟ هنرجع تاني للمتجر نبص عليه. طيب بصينا على المتجر لقينا ان المشكله بشكل كبير جايه منين؟ جايه من السيم اللي مختارينه هو مش احسن حاجه على سله، وعامل مشكله في اللود تايم. تاني حاجه الميديا او الكرييتيف اللي مرفوعه في اللاندنج بيج فيها تفاصيل كتيره وحجمها كبير جدا جدا جدا، ودي برضو بتاثر على نقطه السرعه. المفروض ان انا في حاله زي كده احاول ان انا ارفع الصور كلها بصيغه ويب، ما اهتمش ابدا ان الصوره تكون الكواليتي بتاعتها حلوه على يعني على الويب. انا عندي فوق ال 95% من اليوزر اللي بيدخلوا لي هم بيدخلوا من الموبايل، فمش مشكله ان انا اضرب الكواليتي بتاعه الويب في مقابل ان انا على الدايمنشن بتاعه الموبايل اللي هي صغيره 7 بوصه او حاجه زي كده، ديت هتكون كافيه جدا ليا ان انا ارفع صور حجمها بسيط او مضغوطه او الصيغ بتاعتها مناسبه للسيم اللي انا بختاره. خلاص انا كده قدرت ان انا اعرف المشكله بشكل سريع. فتقريبا يعني انا شرحتها في 8 دقايق، بس هي خدت مثلا في الاسئله ديت نص ساعه. اهم حاجه في القصص دي في الافتراضيات انك تتاكد من العوامل اللي ممكن تبني عليها الافتراض. يعني انا مثلا لما لقيت ان الافريج ديوريشن تايم 5 ثواني، سالت انتوا كنتم مشغلين حاجه ترافيك، مشغلين كامبين ديسبلاي ضمان جين؟ ليه؟ الحاجات دي بطبيعتها ان هي بتجيب هاي ترافيك كبير جدا، لكن الديوريشن تايم بتاعه بيبقى بسيط، ممكن يكون اقل كمان من 5 ثواني. فانت بتسال، بتعمل لكل حاجه فاليديت، كل حاجه ظاهره بتفكر ايه الاحتمالات اللي ممكن تخليها موجوده، وتتاكد ان هي مش ايه اللي موجود منها في البيزنس. في الاخر انت بتفترض 3 4 احتمالات بتمشي وراهم اكس اكس اكس، تلاقي واحد هو فعلا موجود، هو ده اللي بيبقى المشكله، فبتكمل عليها وبتروح تحلها. لكن انك تبدا خالص من اول الفنل وتمسك اعلان وكده، لا، المشكله كلها اصلا ممكن ما تطلعش من الاعلانات، فهتكون ضيعت وقت ومجهود، وفي الاخر المشكله مش من الاعلان. انت الطريقه اللي احنا بنمشي بيها دي هي طريقه بتبقى كلها يعني افتراضيات، وانت بتحاول تعمل فاليديشن فيها المشكله ممكن تكون فين. لما بتلاقي المشكله بقى بتركز في الحته اللي فيها المشكله انك تحلها وتطور فيها وتحسن منها. وصباح الفل، طولت عليكم 10 دقايق فيديو كارثي.